طبعا يا جدعان صاحب المطعم ده بعد ما خسر كل فلوسه في مطعمه القديم ما فقدش الامل، ومن كتر حبه في مجال المطاعم قام راح قرر ان هو يبيع شقته وراح فتح مطعم صغنن كده محندق، بس بيبيع فيها يا جدعان اجمد سندوتش برجر انا يمكن اكون دقته من مده طويله. فلكك الجامد، ويا ريت الكل يعمل شير للفيديو عشان بجد نفسي مصر كلها تعرف مطعم سيدي برجر. خلينا نبدا اول حاجه بقى بسندوتش سماش مشروم برجر. بص يا جدعان، اصلا قطعه اللحمه طالعه بره البرجر عامله ازاي، غرقان صوص مشروم. احيه. الساندوتش حرفيا جوسي، قطعه اللحمه اللي مستخدمينها نضيفه قوي يا جدعان بجد. فنخش بقى على اللي بعده، ده اوفر يا جدعان، وده عباره عن ساندوتش جريلد تشيكن خطير يا جدعان، مليان حاجات ياما مع 3 قطع ستريبس وبطاطس كتير وواحد صوص جبنه، واللسه دي كلها يا جدعان سعرها 180 جنيه، او المكان ده اسعاره غريبه تمام. التتبيله بتاعته مختلفه سيكا، في افتر تيست ليمون كده لذيذ. يلا بينا بقى ايه، نخش على سندوتش الجريلد تشيكن. وده يا جدعان بصوا يعني فيه قطعه صدر محترمه قوي مع بسطرمه وبيف بيكن وفلفل الوان، اللي هو يا جدعان ده حاطط زيتون على السندوتش. ده بقى يا جدعان سندوتش طعمه مختلف. تتبيله الفراخ عندهم فيها يعني عصره ليمون كده ولا مش عارف عباره عن ايه، بس طعمها حلو قوي. وانا عشان ما انساش، فمطعم سيدي برجر ده موجود في سموحه، او تعتبر سيدي جابه عشان كده مسمينه سيدي، اللي هو قدام محطه القطر على طول. فنخش بقى على تالت سندوتش معانا، وده بقى في قسم البرجر اسمه سكول ارت. وده بقى بيبقى عباره عن قطعه البرجر لكن محطوط عليها شويه بسطرمه مع بيكن وصوص سيدي. ده يا جدعان سندوتش برجر من العيار التقيل.